اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زي ما انتوا شايفين قدامكم ده لا بشاميل ولا هو عزيزية ولا أي حاجة. طبعا شكله بيقول كده. احنا عملنا السمبوسة. طبعا احنا عارفين السمبوسة، من أول ما عرفنا السمبوسة ليها طريقة واحدة بس، اللي هي بتتقلي قلي في الزيت وبتتحشي لحمة مفرومة أو جبن أو أي حاجة. فاحنا النهاردة بقى زهقنا من الطريقة التقليدية وكده، فقلنا هنعمل السمبوسة بالبشاميل، حاجة كده فاخر من الاخر، وبالجبنة الموتزاريلا كده. زي ما انتوا شايفين هي بتتكلم عن نفسها كده، حاجة بتشد زي ما بناكلها في المطاعم بالظبط. انا اكلتها في مطعم قبل كده بنفس الطريقة، فانا قلت اقلدها بقى واعملها بارخص الاسعار في بيتي، وحاجة مضمونة وحاجة نظيفة وحاجة كده فاخر من الاخر زي ما احنا متعودين. وكمان حشيناها جبن وحشيناها لحمة مفرومة، ممكن تستبدليها بأي حاجة. ممكن تعملي الحركة دي في الحلو، يبقى حلو وحادق. ممكن تحشيها كاستر، تحشيها مربى، تحشيها أي حاجة، والبشاميل يبقى حلو مش حادق. بس قبل ما نخش على التحضير والمقادير نصلي على الرسول. وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. انا معايا هنا عجينة السمبوسة اللي احنا عارفينها، اللي بتتباع في كل المحلات اللي انا وريتها لكم في كده. ومعايا جبن مقطعه عليها فلفل اخضر كده، جبنه عاديه، جبنه شيدر على جبنه بيضه، مقطعه فلفل اخضر. لو في زيتون عندك حطي زيتون هتبقى تحفه، بس انا ما كانش عندي. ومعايا هنا لحمه مفرومه معصجاها، ومعايا جبنه موتزاريلا. ممكن الحشو ده تشكلي فيه براحتك، ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها اي حاجه، ممكن تحشيها ستريبس اللي متوفر عندك. ومعايا هنا بجيب صينيه وبحط فيها البشاميل. طبعا عارفين طريقه البشاميل اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. بعد كده بنجيب في الصينية بايركس، بحط حبة من البشاميل كده، وبنزل بلفة رول السمبوسة واحدة ورا واحدة كده زي ما انتوا شايفين. واحدة بحشيها لحمة مفرومة، بعد كده بحط حبة من الجبنة الموتزاريلا كده عشان تشد معايا بره وجوه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. وممكن تستبدلي الحشو ده باي حاجة انت عايزاها، مفيش اي مشكلة. ممكن جبن وزيتون، مفيش اي مشكلة برضو. انا واخده هنا حبة من البشاميل مش عجين ولا حاجة، وبلزق بيهم الطرف اللي هو باقي من السمبوسة عشان ما تفكش معايا. بصراحة لزقها بالبشاميل ده اختراع احلى من العجينة مليون مرة اللي احنا بنعملها المتعودين عليها. فاحنا قلنا طالما عندنا بشاميل بقى ايه المانع ان احنا نلزقها ببشاميل، ولزقت بقت معايا تحفة. البشاميل ده طبعا معلقتين سمنة كبار على معلقتين دقيق، وبحمصهم، وبعد كده بنزل باللبن، وبفضل اقلب ايدي فيها لحد ما البشاميل يتقل معايا، وبحط الملح بتاعه وكده بيبقى معايا بشاميل. وبعد كده خلاص انا خلصت كل الكمية. ممكن تعملي الصينية دي صفين مفيش اي مشكلة، بس احنا بنعمل حاجة على قدنا عشان ما تترميش وكده. طبعا حاجة غالية جدا، الله المستعان، ربنا يعين الجميع يا رب. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنزل بالبشاميل لحد ما اغطي الرول بتاع السمبوسة دي خالص. ده انا ما بقولش عليها سمبوسة بصراحة، هي اختراع. وبعد كده ما بحطش الجبن دلوقتي، انا عايزة الجبنة تسيح بس زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. وبعد كده بحطها في الفرن. انا بحطها في الفرن البلدي عندي عشان يبقى مشغله فوق وتحت كده زي ما انتوا شايفين، وادتنا وش احمر بدون اي حاجه. وخلاص البشاميل اتشرب معانا وبقى تحفه. وبعد كده نزلنا بالجبن، هشغل عليها بس تسيح بس مش اكتر. والنتيجه زي ما انتوا شايفين والله كان طعمها وريحتها خرافه. عملنا ميكس جبن على ميكس لحمه مفرومه، بصراحه كانت خرافه، والجبنه طعمها بتشد، والجبنة واللحمة أحلى من بعض. وبألف هنا وشفا، وأكلة اقتصادية وسريعة وجميلة، وتنفع معاكي في العزومات في المناسبات. وكده نكون في نهاية الفيديو، واشوفكم على فيديو جديد. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.